معاكم دكتور محمد بحروس. مليون جمعية لحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأسرة وعيد الأم وعيد للطفل و حتى عيد الأب الهيكلي محدش فاكره ولا عارف إن تاريخه 21 يونيو ولا حد بيعمله أي اهتمام. أنا متأكد إنك ما تعرفش التاريخ ده. طيب إيه رأيكم في الأب والزوج والابن؟ هل يا جماعة محدش باص على المخلوق ده؟ هل ليه آلام أوجاع أحلام أو أحمال فوق طاقته؟ وكمان اللي شغالين على الميديا بيحولوه من مخلوق عادي لوحش كاسر بياكل الزوجة والأولاد وبيهدم الأسرة وكل حياته نزوات وأخطاء وأهاوي. طيب تعالوا نبص عليه. مخلوق اسمه الرجل. ساعات بحس إن المجتمع مش عاوز يربي رجالة وبيخلي عنده دايما نماذج وحشة يقلدها الصغيرين، سواء في الدراما أو الإنترنت أو حتى في حكاوي البيوت العادية. طب فين النموذج المحترم اللي يخلي الشاب يبص عليه ويتعلم منه؟ ده خلينا نشوف مين هو الراجل وهل فيه شبهه واسمه ايه. في فرق شاسع بين الذكورة والرجولة، هما كلمتين بنسمعهم كتير في الشارع والبيت. يعني الراجل يبقى له معاني كتير جدا جوه معاني الكلمة، لكن الذكر بيكون أكتر وصف للجنس الذكوري من غير أي إضافات. الذكر بيوصف غالبا الشكل الخارجي من غير الصفات المطلوبة في الراجل. ممكن يبقى شخص محترم لكن مش لازم يبقى راجل في كل المواقف. الراجل دلالة إيجابية وهو القوي الشجاع الموثوق فيه اللي بيتمتع بالكرامة والشرف والقوة العقلية أو الجسدية، اللي بيكون عنده الجدعنة والشهامة ومحترم وشريف وبيتحمل مسؤولية وشخصية قوية، عنده ثقة بالنفس ويقدر يقدم الدعم العاطفي والمعنوي لأسرته ويقدر ياخد القرارات المهمة ويشجع على المشاركة في النشاط الاجتماعي. وهو المسؤول الأساسي عن الأبوة المسؤولة اللي يمثل القدوة للأولاد، يوجههم ويشجعهم على الاستمرار في التعليم وتطوير مهاراتهم. وكمان دعم الزوجة وتقديم الدعم العاطفي والمعنوي في إدارة البيت واحتياجات الأسرة على قد قدراته، ويكون راجل ليها تحتمي فيه وتستخبى من ضلوعه، مش راجل عليها يستخدم قدراته في كسرها أو إهانتها وجرح مشاعرها. وهو كمان الابن والأخ الكويس وعليه دعم ورعاية والديه واخواته وأفراد الأسرة والأسرة الممتدة، ويكون له دور في تقديم المساعدة لأهله وقت الحاجة. الراجل هو الأمين على التقاليد والقيم العائلية والثقافية وحريص على نقلها وتوريثها للصغيرين من الناحية الاجتماعية والنفسية. وأهم دور هو توفير الحماية والأمان، وطبعا لازم انه يقوم بتوفير بيئة امنة ومستقرة لجميع افراد الاسرة. ومن غير معظم الوصف ده بيطلع من تصنيف الرجالة وبيبقى فئة اخرى. طب ازاي تكون راجل مش مجرد ذكر في البطاقة؟ مهم جدا انك تقوم بتحسين مهاراتك وتقرا كتب وتسمع محاضرات وتدور على فرص تعليمية تساعدك على تطوير مفاهيمك. اتعلم تدير عواطفك وتتعامل معاها بطريقة صحية. اتحمل مسؤولية عن حياتك وقراراتك. كن صادق مع نفسك ومع الناس وما تهربش من واجباتك. خلي تواصلك فعال وواضح مع الناس واسمع باهتمام وعبر عن أفكارك ومشاعرك بشفافية. وساهم في المجتمع، هتلاقي الرضا والكمال في خدمة أسرتك كلها والناس بدون مقابل. خليك متواضع ومحترم مع الناس بغض النظر عن إمكانياتهم ووظائفهم. اتعلم جديد كل يوم واعرف دورك في الحياة كراجل، وما تنساش تستمتع بالحياة وتقضي وقت كويس مع أصحابك والعيلة. التوازن بين العمل والحياة الشخصية شيء أساسي في الكمال والسعادة. افتكر ان النضوج عملية مستمرة مش هدف نهائي. ممكن تواجه تحديات وصعوبات في الطريق، لكن لو عندك تفاني واستمرارية هتوصل لنمو وتطور كراجل. وعشان نحقق ده على الأسرة إنها تدي الراجل حقوقه، زي إن الراجل مهم إنه يحس باحترام وتقدير في الأسرة، وإنه مش مصدر للفلوس أو مجرد مكنة ATM. لأ، هو رب الأسرة المسؤول عنها في كل حاجة، وهم مسؤولين عن سعادته
بحسن تصرفاتهم وشعورهم بانه ناجح في حياته، وطبعا ليه حق في اتخاذ القرارات الاسريه لوحده ولو ظاهريا، بمعنى انه من حق الشريكه انها يتناقشوا بينهم، لكن يكون هو مصدر القرارات الموحد لانه هيستحمل نتائجها. وكمان بيستحق الراجل الرعايه والدعم النفسي والمعنوي من عيلته. عاوز اقول في الاخر ان فهم الاختلاف بين مفهوم الذكر والراجل هيدينا رؤيه اعمق لدور الراجل في المجتمع والاسره. فلما نستخدم كلمه ذكر هنشاور ببساطه على الجنس الذكري بدون اهتمام بالصفات او القيم. اما الراجل فهي بتعبر عن شخصيه مسؤوله مميزه وبتشمل صفات كتير، وليه كمان ادوات يبقى مثل اعلى. ما هو مش ممكن الشاب هيحب يبقى راجل عليه كل الاعباء دي من غير ما يبقى له مميزات تخليه يتمنى يبقى راجل مسؤول. الدراما عليها عامل كبير في ده، والمدرسة والأسرة عشان يعلموه للناس. ربنا قادر يزود الرجالة ويحد من الذكور اللي مش رجالة.